طيارة إنجليزية فيها أكتر من 200 راكب متحركة من مطار دبي لمطار لندن. في الرحلة المفروض إنها تستمر لمدة 7 ساعات. الطيارة بيتم اختطافها والسيطرة عليها عن طريق عصابة مكونة من 5 أفراد، وبيقطعوا أي وسيلة للتواصل مع الناس على الأرض. وأكيد عشان الطيارة دي توصل بسلام لندن فالعصابة عندها شوية طلبات لازم تتحقق. فترى إيه هي الطلبات دي؟ وهل الطيارة توصل بسلام لندن ولا هتخيش؟ وليه كمان اختاروا الطيارة دي بالذات؟ يا عم مجاهد انت ظالمني. I've abandoned my child. ورحمة ابويا انت ظالمني. I've abandoned my boy. بديه اللي انت بنيته مع ابويا. طوبة. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنراجع مسلسل واخد ضجة شوية، وهو مسلسل هاي جاك. هو مسلسل مكون من 7 حلقات ومن انتاج شركة ابل تي في ومن بطولة ادريس ألبا. ادريس ألبا بيقوم بدور سام نيلسون، وسام نيلسون كان مجرد راكب من ضمن ال 200 راكب على الطيارة. فليه هو بطل المسلسل بتاعنا؟ وليه بقى له أهمية شوية في أحداث المسلسل؟ سام نيلسون اكتسب أهمية في أحداث المسلسل لسببين. أول سبب وهو شغلته، هو شغال حاجة اسمها مفاوض أو نيجوشيتر. فالحاجة دي خلت تبقى عنده مهارات كويسة إن هو يقدر إن هو يتفاوض مع العصابة أو يتكلم معاهم وهكذا. وتاني سبب إن هو كان آخر واحد أو الوحيد اللي قدر يتواصل مع حد من الموجودين على الأرض قبل ما يسحبوا من الموجودين على الطيارة الموبايلات وفي الواي فاي بتاع الطيارة كلها. What exactly does your dad do for a living? It's difficult to explain. Sam's the best at handling it. Handling what? The negotiation. العصابة بتتكون من 5 أفراد زي ما اتكلمنا، والطيارة فيها أكتر من 200 شخص بجنسيات مختلفة منهم عرب ومصريين، بس معظم الجنسيات اللي موجودة أو أكتر جنسية متواجدة في الطيارة وهي الجنسية الإنجليزية، وكمان الطيارة تابعة لشركة كينجدم الإنجليزية. نخش في الجد على طول بقى. المسلسل حلو؟ تستاهل تشوفه يعني ولا فاكس؟ بصراحة المسلسل عجبني واستمتعت بيه، بس برضه عشان ابقى صريح، وانا بدات اتفرج على المسلسل ما كنتش حاطط اي توقعات في دماغي، ما كنتش مستني منه اي حاجه. انا كنتش واقف له على الواحده، كنت بس بمجرد ان انا بدات اتفرج على حاجه عشان استمتع، عشان يبقى مزاجي كويس. ولو انت لا يعني بدات انك تتفرج على مسلسل اعتقد بدينيتك بانك عايز تتفرج على حاجه تتشد معاها وبس تبقى مزاجك حلو، اظن ان المسلسل ده هيعجبك. بس بقى بصراحه هنتكلم بجد ونبدا ان احنا نفصص ونشوف ايه مشاكل اللي حصلت في المسلسل والعيوب اللي فيه. فهو مليان عيوب ومليان مشاكل، فخلينا نبدا نتكلم عن ايه اللي عجبني في المسلسل وايه اللي ما عجبنيش، ومن الحاجات دي هتقدر ان انت توصل لنتيجه في الاخر انك تتفرج على المسلسل ولا لا. اول حاجه عجبتني في المسلسل رتمه سريع الى حد ما، يعني ما اظنش وانت بتتفرج انك تحس بالملل في اي لحظه من لحظات المسلسل. لا، كل حلقه لما كانت بتخلص كنت حابب اشوف الحلقه اللي بعدها وهكذا. يعني اتذكر ان انا اتفرجت على 6 حلقات في يوم واحد تقريبا او يوم ونص، والحلقه ال7 شفتها لسه امبارح لما نزلت، فكنت متحمس ان انا اعرف ايه اللي هيحصل في النهايه. تاني حاجه عجبتني ان انا حسيت اني اتعلمت حاجه معينه وانا بتفرج، عرفت اكتر عن نظام الملاحه بتاع الطيارات، عن ازاي الطيارات بتتواصل مع بعض، وازاي الطيارات بتتواصل مع مراكز المراقبه، وازاي مراكز المراقبه بتاع المطارات بتتواصل مع بعض كلها عبر الدول. ازاي مطار لندن بيتواصل مع مطار دبي، بيتواصل مع مطار معرفش فين في بلجيكا وهكذا. فاستمتعت بصراحه بفكره ان في حاجه شبه معلومه جديده او معلومات جديده بتضاف لي عن طريق المسلسل. فدي حاجه عجبتني جدا وانا بتفرج. كمان حاجه عجبتني وانا بتفرج ان في سنه غموض كده في المسلسل، يعني في معلومه او كذا معلومه بيفضلوا حاجبينها عنك لحد اخر الحلقات، فالموضوع ده بيزود عندك الفضول طول ما انت بتتفرج، اللي هو حلقه ورا حلقه انت حابب تعرف ايه، يعني حابب تعرف ايه حل الموضوع ده، حابب تعرف المعلومه دي ايه بالظبط، لانها تكشف حاجات كتير بعد كده. النقطه دي على قد ما هي حاجه كانت عجباني في المسلسل، بس ضايقتني جدا في الاخر لان في حاجه ما كشفوش عنها، والموضوع ده ضايقني، والحته دي برضه هنتكلم عنها في العيوب شويه. التمثيل في المسلسل جيد جدا برضه، برغم ان المسلسل ما فيهوش اسماء كبيره يعني بخلاف ادريس ألبا. ادريس ألبا هو يعتبر البطل الوحيد في المسلسل، وبالمناسبه عمل دور كويس جدا، كنت مستمتع بيه وانا بتفرج. بصراحه انا بحب ادريس ألبا في العموم، بحبه جدا في مسلسل زواير. لو ما شفتوش زواير شوفوه، هيعجبكم جدا. وزي ما اتكلمت ان معظم بقيه الكاست مش اسامي مشهوره قوي، كلهم تقريبا كانوا كويسين، ما اتضايقتش من اي حد في كتمثيل بصراحه. فكتمثيل في المجمل تمثيل جيد جدا، ودي حاجه من الحاجات اللي عجبتني برضه وانا بتفرج. المسلسل يعتبر شبه مسلسل عائلي شويه، ما فيهوش مشاهد خارجه تقريبا، مشهد واحد صغير قوي بس ممكن لا يذكر يعني. فالمسلسل ممكن يعتبر سيف او امن انك تتفرج عليه مع مراتك، مع عيلتك، مع اولادك، مع اي حد، ما تقلقش يعني. ودي حاجه مهمه لناس كتير، وبامانه دي حاجه كويسه في المسلسل. It's either us or them. And I can tell you it's not gonna be us.
من اول هنا نبدا نتكلم عن ايه اللي ما عجبنيش في المسلسل. لو هختصر كل اللي ما عجبنيش في المسلسل في جمله واحده، ممكن اختصرها في جمله الغباء الاخراجي. يعني حاسس ان الاخراج في المسلسل ده هو اللي عمل مشاكل كبيره بصراحه. كان في استسهال زياده عن اللزوم في مشاهد معينه، وحاجات ممكن تبقى بعيده عن المنطق شويه ممكن الواحد يعديها. فهي دي لو هختصر فعلا مشكلتي مع المسلسل الكبيره، هي معظمها اخراجيا. في كذا مشهد ممكن اتكلم عليه بيوضح الموضوع ده، احاول ان انا برضو اتكلم من غير ما احرق حاجه، وممكن في الاخر نحرق في كذا مشهد مثلا ولا حاجه. يعني في مثلا مشهد كان سام اللي هو المفروض بطل المسلسل بتاعنا بيتخانق مع واحد من افراد العصابه، وبيحاول ان هو ياخد منه السلاح وبتاع وهكذا، عشان ايه؟ يقلبوا الموضوع عليهم وهكذا. فالاتنين بيتخانقوا مع بعض في مكان لوحدهم، ومفيش ولا واحد من بقيه افراد العصابه حواليهم. ومثلا على الاقل في 20 واحد من افراد الركاب الطياره شايفين الخناقه دي، ومفيش واحد فيهم قام يساعد الشاب سام اللي هو زيهم راكب على الطياره وبيحاول ان هو يساعدهم او ينقذهم او ايا كان. مفيش واحد فيهم اتحرك من على كرسي وقام يساعد. ده مشهد. مشاهد تانية بقى كتير فيها شويه يعني تحس ان العصابه دي عصابه هفق. واحد من افراد العصابه لف وشه، انت ممكن تعمل اي حاجه وهو مش ياخد باله. اهم حاجه بس ما يبقاش باصص لك. فغير كده ايام زمان في المدرسه لما بتبقى مثلا عايز تاكل سندوتش في الخباثه، انت تكون حاطط السندوتش في التخته، ولما الاستاذ او الاستاذه تبعد وشها وتلف وشها فانت تطلع تاخد قطمه من السندوتش. هم كانوا بيعملوا كده في الطياره. فرد من افراد العصابه يبعد او يلف وشه بس مش اكتر، اعملوا اللي انتوا عايزينه. اول ما يلف وشه تاني، لا خلاص يا جماعه كل واحد في مكانه. حاجات ممكن تعديها لهم لو انت فعلا بتتفرج على مسلسل بنيه انك مش فارق معاك يا باشا، انا عايز يبقى مزاجي كويس، عايز يبقى مزاجي حلو. دي حاجات كانت بتحصل في مسلسلات تانية مشهوره وكبيره وناس كتير بتحبها. يعني لا كازا دي بابيل مثلا فيها بدل المشهد ده 1000 مشاهد كتير فيها استسهال، ومشاهد كتير فيها عبط شويه والناس بتعديها لها. فاحنا ممكن نعدي لهم برضو الحاجات دي بصراحه. الحوارات برضو كان فيها بعض الكليشيهات الواضحه. انا المسلسل خلص بطريقه ساذجه، يعني برضو مش عايز احرق، اتكلم في الحته دي في اخر الحلقه ان شاء الله في الجزء اللي ممكن نحرق فيه. بس المسلسل خلص بطريقه ساذجه قوي. يعني لو اتفرجت عليه هتحس ان لا في غباوه شويه يا جماعه، كان ممكن يخلصوا مسلسل احسن من كده بكتير. فانا بصراحه كل المشاكل اللي معايا في المسلسل هي مشاكل اخراجيه، السذاجه اللي هم عملوا بيها المشاهد، او في السذاجه اللي هم قرروا ان هم ما يبذلوش مجهود اكتر عشان يخلوا الحاجات دي حقيقيه اكتر. بصراحه مش هقدر اتكلم اكتر في العيوب من غير ما احرق، فخلينا نتكلم اكتر في العيوب بالتفصيل في اخر الحلقه بحريه حرق براحتنا. وتعالوا دلوقتي نبدا نتكلم عن المسلسل بشكل عام، عجبني ولا لا، وهل تتفرج عليه ولا لا، وتقييمي العام للمسلسل. There are 200 people on this flight. If they try something, and then this plane goes down, I don't get home to my family. لو انت بتدور على مسلسل عشان تقضي وقت كويس وتتسلى وما تفضلش مركز طول مدة الحلقة، وعادي ممكن تمسك الموبايل تعمل اي حاجة في لحظة من اللحظات، بتدور على مسلسل لطيف خفيف 7 حلقات بيخلص بسرعة، وفي نفس الوقت ممكن تطلع منه فكرة جديدة او كذا معلومة جديدة، فالمسلسل ده عجبك جدا. ان بقى لو انت بتدور على مسلسل تقيل، يعني عمل مهم، مسلسل تتسحل معاه، فلا، هايجاك مش المسلسلات دي. مش مسلسل تتسحل معاه ومسلسل تفضل مركز مع التفاصيل اللي معانا. لو ركزت اكتر مع التفاصيل في المسلسل، لو ركزت اكتر مع التفاصيل في الحلقات، هتطلع مشاكل اكتر وهتكتشف عيوب اكتر، فهتكره المسلسل. فلو انت بتدور على النوعيه دي من المسلسلات التقيله، المسلسلات المهمه، فلا ما تشوفش هايجاك دلوقتي. شوف هايجاك لما تبقى عايز تضيع وقت، تبقى عايز مسلسل خفيف وتاخد منه فكره زي ما قلت، مسلسل يعدي بسرعه، ساعتها هشوف هايجاك ان شاء الله. فتقييمي النهائي للمسلسل هايجاك بعد مجمل الكلام اللي انا قلته ده ممكن يبقى 7 من 10. من اول هنا هنبدا نتكلم بحريه حرق، فلو لسه ما شفتش المسلسل وعايز تتفرج عليه ممكن توقف الفيديو لحد هنا، ولما تشوف المسلسل ان شاء الله يبقى تعالى كمل الفيديو. تعال نبدا الكلام في فقره الحرق بنهايه المسلسل على طول. في الاخر الطياره هبطت بسلام على الارض، والناس صحتها زي الفل ومفيش مشكله، وقبضوا على العصابه. فنبص نلاقي لا، دول مش 5 افراد، دول 4، وواحد فيهم واحد فيهم مش هو فرد اللي من العصابه الحقيقي. والاستاذ ادريس قلبه يكون نازل من الطياره، معلش يا جماعه نسيت حاجه جوه، هخش اجيبها واجي. فهيدخل عشان يلاقي واحد لسه من العصابه ومعاه سلاح وعايز يقتله ولا عايز يموته. وفيلم بقى هندي ملوش اي 30 لازمه فوق، وبينتهي بالاخر بان نفس النهايه اللي كانت هتحصل، ان هو يتقبض عليه. يعني هو اللي كان مستني ادريس قلبه فوق ده برضه اتقبض عليه في الاخر، ولا حد فيهم مات ولا حاجه جديده حصلت. طب ليه المشهد ملوش اي 30 لازمه؟ فدي كانت حاجه ساذجه جدا وحاجه ملهاش اي لازمه في المسلسل. الطريقه بقى نفسها اللي الطياره نجت بيها طريقه قمه الكليشيه.
دلوقتي زي ما اتفرجنا ان الطياره كانت خلاص هتكراش او هتخبط في عماره من عمارات لندن وهتنفجر، والناس اللي فيها هتموت، وناس كتير تحت على الارض هتموت، والناس في عمارة هتموت. الفيلم ده كله عشان خاطر اللي كانت ساعة الطياره مستنيه رساله من اللي مشغلينها او اللي خاطفين بنتها عشان انها تفوت الطياره وتروح تخبط بيها في اي مبنى في لندن. فالفكره بقى اللي ادريس ألبا او سام اقنعها بيها يخرب بيت الكليشيه، حاجه تشيزي يعني، ورقه وقلم وكاتب لها عليها عشان خاطر بنتك، واحنا كلنا عندنا عائلات، وبنتك هتفتكر عنك ايه لما تعملي الموقف ده. هي ما اقتنعتش غير لما كتب لها على ورقه وقعدت تفكر في بنتها هتعوز ايه، وبنتها تبقى حابه ايه، والناس كلها عندها عائلات. طب ما عارفه الكلام ده كله من قبل ما تروح تخطف الطياره، ومن قبل ما تقتل القبطان بتاع الطياره. حاجه كمان برضو استغربتها جدا، سهوله اتخاذ القرار بتاع ان احنا نضرب طياره مدنيه فيها اكتر من 200 شخص. كل ما الطياره تعدي على دوله يطلع طيارتين حربتين جنبهم، يا جماعه احنا هنضرب الطياره، وفيها حوالي 220 فرد. هل ده منطقي؟ انا مش عارف بصراحه ايه البروتوكول اللي بيتاخد في المواقف دي، بس مش حاسس ان ده منطقي، مش حاسس ان ده قرار سهل ان هو يتاخد، ان يطلع طيارتين حربيه ويضربوا طياره مدنيه بتشيل اكتر من حوالي 200 شخص. فدي برضو كنت عيب رخم وانا بتفرج. عيب برضو من العيوب اللي لاحظتها وانا بتفرج ان بصراحه ما كنتش قلقان معظم الوقت وانا بتفرج على المسلسل. مش قلقان على اي حد في المسلسل، مش قلقان على سام اللي هو ادريس ألبا بطل المسلسل. مش حاسس ان في حدث مهول هيحصل، مش حاسس ان في حد عندهم الجرأة ان هو ياخد القرار ان هو يموت حد. حتى لما حد مات ما بينلناش هول الموقف، يعني لما حد من افراد العصابه قرر ان هو يقتل حد عشان يرجع النظام في الطياره، الموضوع عدى عادي، لموا الدنيا، ما شفناش تداعيات الموقف ده ايه بعد كده. اللحظه الوحيده فعلا اللي كان فيها سسبنس او اللي كنت قلقت فيها وحسيت فيها دي كانت البيك بتاع المسلسل، هي اللحظه اللي في النهايه لما البنت قامت وقتلت قبطان الطياره وراحت هي ايه استولت على الطياره. دي اللحظه الوحيده اللي فعلا كانت لحظه مفاجاه ولحظه فيها تنشن. هي دي كانت اللحظه الوحيده تقريبا، او ممكن دي تبقى البيك بتاع احداث المسلسل اصلا. حاجه اتكلمت عنها في الحلقه برضه، وفكره ان احنا ما كناش عارفين ايه دوافع العصابه عشان تطلع تخطف الطياره. احنا عارفين هم خاطفين الطياره بمزاجهم، وان في ناس جابرينهم على ان هم يخطفوا الطياره، بس ما قالولناش ايه السبب. يعني هم ماسكين عليهم ايه؟ يعني ال5 افراد دول كل واحد فيهم ممسوك عليه ايه عشان يجبروهم ان هم يطلعوا يخطفوا الطياره دي؟ الموضوع ده فضل محجوب مده طويله. انا كنت مستني ان انا اعرف في اخر المسلسل، برضو ما استفدتش حاجه. فدي برضو حاجه ضايقتني في النهايه. وهكذا بقى في اكتر من مشهد او في اكتر من حاجه ممكن تبقى انت ايه يعني تقف عندها وتقول ايه يا جماعه العبط ده. وبس ده تقريبا كل اللي عندي على مسلسل هايجاك. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير، لسه مش عامل سبسكرايب يا ريت تعمل سبسكرايب. اشوفك حلقه جايه ان شاء الله. وكان معاكم محمد الفيشاوي وفيشاوي TV. السلام عليكم.